دلوقتي وانتي بتسمعيني تغمضي عينك لثانية واحدة بس وتقوليلي ايه هي اكتر حاجة شاغلة بالك ومطيرة النوم من عينيكي؟ ايه هو السؤال اللي بيزن في دماغك اول ما تحطي راسك على المخدة بالليل؟ غالبا هيكون سؤال بيبدأ بكلمة لو ما حصلش كذا انا هعمل ايه؟ لو الخوف اللي جوايا طلع بجد هروح فين؟ لو فضلت لوحدي، لو الفلوس مكفتش، لو كلمة لو دي هي الحبل اللي مكتف روحك ومنعك انك تستمتعي باللحظة اللي انت عايشاها دلوقتي. أنا عارفة إن القلق ده حاجة تقيلة قوي، وعارفة إن الخوف من المجهول والخوف من بكرة عموما بياكل في الأعصاب. ساعات بيخلينا مش طايقين كلمة من حد. النهاردة أنا مش جاية أقولك ما تخافيش كلام وخلاص، أنا جاية أقولك إن خوفك ده حاجة إنسانية جدا ومفهومة كمان. بس إحنا النهاردة هنتعلم إزاي نمسك إيد الخوف اللي تعبنا ومطير النوم من عينينا ده ونقعده كده على جنب عشان نعرف نعيش. جهزي كوباية الشاي بتاعتك وتعالي نفك مع بعض كده العقدة بتاعت الخوف من بكرة، ونشوف ازاي نستعيد سلامنا النفسي وسط كل الظروف اللي احنا فيها دي. مبدئيا عاوزة دايما يبقى في دماغك وفي تفكيرك قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وتبقي عارفة دايما ان الدعاء بيغير القدر، وان مفيش حاجة في ايدك او في ايد اي انسان على وجه الارض غير الدعاء. بعد كده ترمي كل حاجة على ربنا وتسلمي امرك لله، والفكرة او الامنية اللي في بالك دي لو خير ليكي هتحصل، ولو ربنا شايف ان هي شر ليكي مش هتحصل. لازم يبقى عندك مفهوم الرضا، انها حصلت او ما حصلتش انا راضية باللي ربنا كاتبهولي في سيناريو حياتي. طيب تعالوا نسأل نفسنا احنا ليه بنخاف دايما من اللي لسه مجاش. عقلي وعقلك وعقل كل واحد فينا عامل حاجة زي نظام حماية شغالة 24 ساعة. عقلك فاكر ان هو لما يصورلك أسوأ السيناريوهات هو كده بيحميكي وبيخليكي دايما تستعدي لأي ضربة جايلك من أي مكان. بس الحقيقة هو بيعمل العكس، هو بيستنزفك وبيخلص طاقتك في معارك وهمية لسه ما حصلتش ومش موجودة في الدنيا كلها غير في دماغك انتي بس، وممكن جدا ما تحصلش أبدا. احنا بنصرف طاقة كبيرة جدا في التوقعات السوداء يعني، والطاقة دي انتي أولى بيها عشان تعيشي يومك. المشكلة ان احنا بنخاف من المجهول لان احنا بنحب نكون مسيطرين على كل حاجة، بنحب نكون عارفين بكرة فيه ايه بالظبط عشان نطمن، مع ان مفيش مخلوق على وجه الارض عارف بكرة فيه ايه، لا انس ولا جن. بس خليني اسألك سؤال، كم مرة انتي خفتي من حاجة ورسمت لها سيناريوهات مرعبة ولما حصلت فعلا لقيتي ان ربنا بعتلك معاها لطف من عنده وقوة ما كنتيش تتخيلي ان هي عندك؟ بكرة ده مش بتاعنا ومش ملكنا، لا ملكي ولا ملكك ولا ملك اي حد. بكرة ده في ايد الرحمن الرحيم، والرحيم مش هيضيعك. الخوف من بكرة عبارة عن حرامي بيسرق منك جمال النهاردة، بيسرق ضحكتك مع ولادك، وبيسرق طعم الأكلة الحلوة اللي انتي بتعمليها وانتي سرحانة في حاجات بتنكد عليكي، وبيحرمك من نومة هادية انتي محتاجاها وجسمك كمان محتاجها. كل ما تحسي ان الحمل تقيل عليكي خلي دايما على لسانك ورد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا وعد اللي يقول الدعاء ده إنه ينجيه من الغم. ربنا قال فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المحسنين. ووعد ربنا حق مهما طال الزمن ومهما طول الوقت اللي من وجهة نظرك إن هو طويل، لكن ممكن يكون من رحمة ربنا بيكي إن هو مش طويل ولا حاجة، هو مأخرهولك عشان الوقت المناسب. ربنا وحده هو اللي عارف امتى الوقت المناسب اللي ينجيكي فيه ويفرج همك فيه. تخيلي كده لو طلبت منك تشيلي شنطة فيها 10 كيلو بطاطس وتروحي بيها مشوار طويل، هتقدري صح؟ بس لو قلتلك شيلي شنطة فيها 100 كيلو أكيد هتقعي من أول خطوتين وتتعبي وتنهجي. بكرة ده هو 100 كيلو. ربنا سبحانه وتعالى مديك طاقة النهاردة على قد شيلة النهاردة بس، على قد 10 كيلو أو 5 كيلو أو 20 كيلو بتوع النهاردة. ربنا عارف ان انتي هتقدري تشيليهم،
وطاقتك تكفيكي ان انت تتعاملي مع مشاكل النهاردة ومسؤوليات النهاردة وتعب النهاردة بس. لما انت بقى تروحي بتفكيرك لبكرة وبعد بكرة وللسنة الجاية، فانتي بتسحبي من طاقة المستقبل اللي لسه مجاش، الطاقة اللي لسه متخلقتش جواكي اصلا، وبتحاولي تشيليها بعضلات النهاردة الضعيفة. فطبيعي تنهاري وتحسي ان انتي مش قادرة. القوة والرزق والمعونة بينزلوا لنا من عند ربنا يوم بيوم. افتكري دايما جملة يا كافي بكرة قبل ما يجي يكفيني شر القلق منه. اللي عداكي من أزمات فاتت انتي كنتي فاكرة ان هي النهاية، واللي سندك وانتي مكسورة وتايهة هو اللي موجود بكرة. مفيش حاجة اتغيرت، ربنا هو ورحمته واسعة وسعت كل شيء وموجودة في كل ثانية. لما نيجي نسمع قصة سيدنا موسى اللي كانت بتتحكي لنا من واحنا صغيرين، لما نبص لها دلوقتي من منظورنا واحنا كبار، لما نيجي الحتة أو للحظة اللي رمت فيها أم سيدنا موسى رميته في اليم، لو انتي مكانها هتفتكري ان دي آخر الدنيا وان انتي ممكن ما تشوفيهوش تاني، لكن هي سلمت أمرها لله وكانت عارفة ان ربنا مش هيسيبها وهينجيها. لما كان سيدنا موسى بيهرب هو وقومه من جنود فرعون وكان البحر أمامهم والعدو من خلفهم، في اللحظة دي تفكيري وتفكيرك وتفكير أي حد لما يحط نفسه مكانهم هيقول إن خلاص الموت آتي لا محالة. بس سيدنا موسى كان واثق إن ربنا مش هيضيعه بعد كل ده، وكان واثق إن ربنا معاه وهو اللي هيفتح له طريق من اللا طريق. تعالوا نتحلى بصفات الأنبياء ونسلم أمرنا لله. التسليم ده أعظم حاجة في الدنيا. يعني ايه تسلمي أمرك لله؟ يعني ترمي كل حمولك على ربنا. ربنا هو اللي خلقك وهو اللي خلق همومك وهو اللي خلق كمان الطريقة اللي همومك بيها هتفرج. طيب احنا دلوقتي خلاص مقتنعين ان احنا امرنا كله بيد الله، بس في حاجة مش بايدينا، الافكار اللي ليل نهار في دماغنا ومش عارفين نسكتها. احنا مسلمين وعارفين ان كل حاجة بايد ربنا، بس الكلام اللي بيجي في دماغنا وممكن يكون كمان وساوس مش عارفين نوقفها، دي حاجة مش بايدينا. طيب تعالوا مع بعض نقول كام فكرة ونجربهم ونحاول بإيدينا إن احنا نسيطر على القلق والأفكار اللي عمالة تاكل في دماغنا من جوه. أول حاجة، لما تلاقي إن القلق بدأ يسحبك قولي لنفسك ماشي أنا هقلق بس لمدة 5 دقايق بس. هاتي ورقة وقلم واكتبي كل الكلام اللي عمال يدور في دماغك. عايزة أقول إن انتي ممكن في الأول ما تبقيش مركزة وما تبقيش عارفة تكتبي ايه في الورقة، دماغك فيها وش وخلاص، فيها خوف وخلاص. بس لما ترتبي أفكارك وتكتبي كل اللي انتي خايفة منه مهما كان تافه أو مهما كان كبير، انتي بتطلعي الخوف اللي جواكي على الورقة، بتطلعي الطاقة اللي جواكي السلبية بتطلعيها في الورقة، حجمها بيصغر قوي عما هي جواكي وانتي بتحسي انها كبيرة قوي وهتاكلك من جوه. فرغي الشحنة دي بره جسمك، واحدة واحدة هتلاقي الموضوع قل معاكي. تاني طريقة، أول ما عقلك يهرب للمستقبل اسألي نفسك طيب أنا دلوقتي في اللحظة دي ناقصني ايه؟ غالبا هتلاقي ان انتي في اللحظة دي بخير، أكلة وشربة ومستورة، حواليكي ولادك، بيتك الحمد لله مقفول عليكي، مفيش مثلا لما الدنيا بتمطر مفيش مطر بينزل عليكي جوه البيت، فوقيكي سقف حميكي انتي وولادك. ركزي بقى في تفاصيل اللحظة دي، حسي الحاجة اللي انتي لابساها، قولي الحمد لله انا عندي هدوم ستراني ومدفياني في الشتاء. ريحة القهوة اللي انتي بتحبي تشربيها، الحمد لله انا عندي حاجة بتحسسني ان انا سعيدة مهما كانت صغيرة. لمسة ايد ولادك وانتي شايفاهم بخير وصحتهم كويسة. فكرة ان انتي عندك ولاد اصلا وفي غيرك بيحلموا ان يبقوا عندهم اولاد. الحواس هي اللي بترجعنا للواقع وبتهربنا من سجن الافكار. كمان الشيطان عنده مدخل كبير قوي يدخلك بيه من حتة الف النعم، انك تألفي النعم اللي عندك، فدايما يبقى عندك سخط عن اللي جاي وان حياتك مش هتبقى كويسة.
وتنسي ان ربنا انعم عليكي امبارح بحاجات جميلة، وانعم عليكي النهاردة بحاجات اجمل، فيبقى انتي ملكيش حق ان انتي تخافي من بكرة. تالت حاجة التسليم الواعي والدعاء. قولي بلسانك وقلبك، مش بقلبك بس ومش بلسانك بس، قولي يا رب انا فوضت امري اليك. الكلمة دي مش مجرد جملة، دي عاملة زي اتفاقية السلام بينك وبين نفسك وبينك وبين ربنا، اللي بتنقلي بيها ملفات بكرة من على كتافك الضعيفة اللي مش قادرة تشيلها لرحمة ربنا الواسعة. رابع حاجة، عدي بقى نعم النهاردة. القلق بيعمل لنا غشاوة على عينينا، بيخلينا عمي عن الحاجات الحلوة اللي معانا. كل يوم يوميا قبل ما تنامي عدي 3 حاجات بسيطة حصلت في اليوم اللي انتي مريتي بيه وتستاهل انك تحمدي ربنا عليها. الحركة دي بتبرمج العقل عندك ان هو يدور على الخير بدل ما يدور على الشر والمشاكل. لما وصلتي معايا للدقيقة دي يبقى غالبا عجبك الفيديو. عايزة اطلب منك ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة، وعايزة اقولك ان بكرة ده ضيف، واحنا لازم نكرم الضيف بالثقة وحسن الظن بالله، مش من الخوف والترقب وسوء الظن. انتي قوية، وكون ان انتي بتسمعي الفيديو ده فانتي قوية وعايزة تبقي احسن، واكيد عديتي بمواقف ومطبات في حياتك كانت اصعب من دي بكتير، وربنا نجاكي منها مع انك كنتي فاكرة ان خلاص الطريق اتسد. انتي باذن الله هتعدي من اي حاجة جاية، لان انتي مش لوحدك، انتي معاكي ربنا. ما تنسيش تكتبي لي في التعليقات جملة انا واثقة في لطف ربنا. الكلمة دي لما تكتبيها وتقريها هتحسي بسكينة كبيرة قوي، هتحسي ان حسن الظن بالله بيجري في عروقك. لو انتي في موضوع تاني شاغل بالك ونفسك نفضفض فيه قوليلي في الكومنتات، وانا هقرا كل كلمة واجهز لكم حلقة مخصوص. استنوني الفيديو الجاي. سلام.